هم مين الحرس الثوري الإيراني دول؟ وإيه سر قوتهم؟ تعالوا أقول لكم. الحكاية بدأت سنة 1979 بعد سقوط الشاه وقيام الثورة الإيرانية. القيادة الجديدة وقتها وعلى رأسها الخميني ما كانتش واثقة في الجيش القديم اللي اتربى على إيد الشاه ورجاله، وخايفة من أي انقلاب يضيع الثورة وهي لسه في أولها وضعيفة. فكان الحل إنهم يعملوا قوة جديدة موازية للجيش، ولكن ولائها ما يكونش للدولة بشكلها التقليدي، ولائها هيكون للثورة نفسها وللمرشد. ومن هنا اتولد الحرس الثوري. يعني باختصار، الجيش الإيراني مهمته يحمي الحدود والدولة، ولكن الحرس الثوري مهمته يحمي النظام نفسه وعلى رأسه المرشد. في البداية الحرس كان لسه قوة ناشئة، مفيهوش الشكل العسكري الضخم اللي بنشوفه النهاردة، ولكن اللحظة اللي غيرت كل حاجة كانت حرب إيران والعراق، اللي هي كانت من 1980 لحد 1988. الحرب دي هي اللي كبرت الحرس الثوري فعلا، لأنها ادت له سلاح وخبرة وقيادات وشرعية. ولما الحرب خلصت ما رجعش الحرس الثوري مجرد قوة عسكرية وبس، بالعكس بدأ يدخل في الأمن والسياسة والاقتصاد والإعلام والمشاهد الكبرى. ومع الوقت بقى عنده رجاله في المحافظات والبرلمان والحكومة. فالحرب ما كبرتوش وقوته بس، دي فتحت له باب التوغل في مفاصل الدولة الإيرانية نفسها. مع الوقت الحرس الثوري بقى مش مجرد كيان عسكري واحد، لا، ده بقى مؤسسة ضخمة جواها أذرع مختلفة، وكل ذراع ماسك ملف مهم جدا. أول ذراع مهم هو البسيج، ودي شبكة تعبئة شعبية وشبه عسكرية منتشرة جوه المجتمع الإيراني في الشارع والجامعات والأحياء والمؤسسات، ومسؤولة عن الأمن الداخلي والسيطرة على الشارع واحتواء أي اضطرابات. وده خلى الحرس الثوري مش مجرد مؤسسة فوق المجتمع، لكن موجود جواه متشابك مع تفاصيله. الذراع التاني هو القوة الجوفضائية، ودي من أخطر فروعه لأنها المسؤولة عن جزء كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وده مهم جدا لأن طبيعة الصراع الحالي حوالين إيران قايمة أساسا على الصواريخ والمسيرات والردع بعيد المدى. ولكن لو في ذراع خلى اسم الحرس الثوري يتضاف في المنطقة كلها فهو فارق القدس، وده الذراع المسؤول عن العمليات خارج حدود إيران وعن بناء النفوذ الإيراني في الإقليم. يعني لو البسيج عين الحرس الثوري جوه المجتمع، والقوة الجوفضائية هي ذراعه الصاروخية، ففيلق القدس هو إيده الطويلة بره الحدود. ومن خلاله إيران بنت ودعمت شبكات حليفة ليها في لبنان والعراق وسوريا واليمن، من خلال التدريب والتمويل والتسليح والتنسيق وبناء النفوذ على المدى الطويل. طيب، كل القوة دي تمويلها منين؟ هنا لازم نبص على الاقتصاد. بعد الحرب الحرس دخل بقوة في إعادة الإعمار، وبعدها بقى عنده شركات ومشروعات ضخمة في البناء والطاقة والنقل والبتروكيماويات، وده خلاه ما يعتمدش على ميزانية الدولة وبس، ولكن يبقى عنده اقتصاد خاص يديه نفوذ أكبر. وعشان كده فهم إيران من غير ما نفهم الحرس الثوري شيء مستحيل.